أهلا بحضراتكم. الحقيقة فضلنا لفترة طويلة نسمع تعبير إنه الشباب عاوز الحرق، الشباب بتاعنا عايز الحرق، لغاية ما واضح إن الشباب بتاعنا قرر إنه يبدأ فعلا بيتطوع بحرق نفسه بدل ما إحنا اللي نحرقه، وبدأ يثور سؤال شديد الأهمية حوالين هذا الشباب اللي موجود في مصر واللي غالبية سكان مصر دلوقتي من الشباب، كيف نفهمه؟ قررنا النهاردة ان احنا نتوقف مع واحد من اهم واكبر الكتاب في مصر اللي عرفوا يوصلوا للشباب. في مصر كتاب كثيرين كبار ومهمين، ولكن لم يستطيعوا اختراق الشباب جوه مصر. يمكن هذا الرجل كتب في احدى مقالاته كان اسمها شباب عاوز الحرق، يقول: ثمة إجماع في وسائل الإعلام والأعمدة الصحفية على أننا رزقنا من دون الأمم بألعن جيل من الشباب الرقيع المنحل الشهواني التافه، شباب عاوز الحرق باختصار شديد. نحن وكل جيل سلبنا الشباب أحلامه، واحتللنا المناصب التي يمكن أن يطمح إليها، وحرمناه أبسط الحقوق التي يمارسها أي قط في زقاق، الملجأ والزواج، وأعطيناه سفينة غارقة ناخرة امتلأت بالثقوب، نهب كل لوح خشب وكل مسمار فيها، وقلنا له إن عليه أن يتولى الإبحار بها بعدنا. ثم يأخذ في مقالته المهمة ليتكلم حوالين فكرة إنه الذي صنعناه في الشباب، وإنه لما يجي حد يقول لك إيه الشباب مصر جاهل، وإنه عملنا مسابقة وسألناهم أسئلة من نوعية من وزير التعاون الإعلامي التخطيطي فما يعرفوش، فدول جاهلين سياسيا، ولكن لم ندرك إنه الشاب ده ما ساهمش في تعيين الوزير الفلاني أو الرئيس العلاني، فليه أصلا يعرف اسمه؟ وإنه لما الشاب يعرف مين روبي ومين راغب علامة، ده أهم بالنسبة له من أنه يعرف ما طول نهر الميسيسيبي، ومتى مات بيلاطس البنطي، ومن مؤلف كتاب تثقيف الشعوب في تقنية الحاسوب. لأن المذيعة نفسها اللي بتسأل أو المعد أو الباحث لو ما كانش ده مكتوب له في الكارت ما كانش عارف. ثم يختم مقالته المهمة: الشباب ليس مجموعة من الملائكة، لكنهم ليسوا شياطين، سوف يصيرون كذلك لو لم نفق من غيبوبتنا، ونحن لسنا ملائكة ولا شياطين، نحن ملاحون خائبون غرقت سفينتهم أو كادت، وعلينا أن نترك قطعة خشب واحدة طافية ليتمسك بها من يأتون بعدنا. المقتطفات دي كانت من مقالة من كتاب مهم اسمه دماغي كده، وهو أول كتاب في سلسلة المقالات التي تجمع مقالات الكاتب الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي له إسهامات وعطاء كبير من أول الكتابة للطفل والكتابة للشباب في أدب الخيال العلمي وأدب الرعب، ثم الكتابة الساخرة، ثم الكتابة الروائية، ثم الكتابة الجادة. رجل مثقف رفيع ومحترم ويفخر به كل مصري، ونفخر به باعتباره من أهم كتاب الشباب في مصر. النهاردة مشرفنا وبنحتفي به وبتجربته على مدى حلقتين متتاليتين. دكتور أحمد خالد توفيق، حضرتك منورنا، وأنت من كتابي المفضلين. وأنا أشكرك على المقدمة زي كل الشباب في مصر الرائعة دي. أنا مش عايز أكبرك، نفسي أقابل الراجل اللي أنت بتتكلم عليه ده بصراحة. لا انظر في المرآة وتعرفه. الحقيقة مش عايز أكبرك يعني في السن وأقول لك إنه أنا كنت بقرا لك في وأنت عجوز يعني بس أنت من الأسماء المهمة. والحقيقة يمكن الناس اللي بتتذكر كتب الجيب اللي حضرتك كنت بتكتبها، ولكن انت راجل وما زلت يعني، بس الحقيقة انت طورت ادائك وبقيت يعني مذهل في التطور. اللي يقرأ احمد خالد توفيق من 20 سنة ما يعني يصاب بالاعجاب يعني من حجم التطور التقني والتطور وامتلاك الادوات اللي موجود عندك. وبنبارك لك على الجزء الأول من سلسلة المقالات، هو صادر عن المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، اللي هي بيتك اللي انت طلعت فيه الحاجات العظيمة. ما شاء الله في جزء تاني مش عارف ده يعتبر دعاية. لا بالعكس، احنا هذا البرنامج من أجل الدعاية للكتب الجادة المحترمة. وأنا يعني عايز أسألك قبل ما، لأنه الحديث يعني طبعا معاك يحتاج إلى حلقات وحلقات، يعني أنت راجل عطائك عطاء يستحق التقدير والاحترام. انت متكلم في الكتاب في مقالة شباب عاوز الحرق، وفي مقالة في اول الكتاب حوالين فكرة انه الجمهور الواغش، انه احنا دايما نقول على الجمهور بتاعنا واغش وكذا. وانت راجل اخترقت عقل الشباب، مش هتدعي ان انت مقروء لكل الشباب في مصر، ولكن لمن يقرأ من الشباب في مصر فهو يقرأ بالتأكيد لأحمد خالد توفيق. شهادتك في سطور قليلة ككاتب احتك بالشباب على الشباب المصري، ايه مفاتيحه؟
الشباب المصري انا راضي عنه جدا ومتفائل بيه جدا وبحبه جدا. يعني هو طبعا النقطه الاولى ان انا فخور جدا ان انا بكتب للشباب. يعني يعني في ناس فاكره ان دي مرحله انتقاليه، يعني ان احنا متخيلين ان مدرس الاعدادي بيتمنى اللحظه اللي يبقى فيها مدرس ثانوي. لا مش صح كده. او دكتور الاطفال نفسه يبقى دكتور باطني. لا مش مظبوط. انا فعلا توجهت للعينه دي. هو في كلمه تقيله قوي كان قالها خيري شلبي لما كان عامل فيلم من افلامه، فبيقول لهم انا اصلا انا مش موجه للجيل العجوز العنين. لا. الجيل الكبير. ليه؟ لان الجيل ده مش هيديه حاجه. لكن الشباب جيل خصب، بينفعل. ويعني انا من المرات القليله اللي اشوف فيها مثلا واحد يعيط من اجل مقال او من اجل روايه. هم شباب، هم دول. ففعلا اللمسه بتعلم، بتبص، دول صلصال لين. فانت بتحس ان مهمتك خلاقه وان منتجه فعلا. هم خامه نظيفه جدا. يعني الشخص كل حاجه واضحه بالنسبه له، الابيض واضح والاسود واضح. احنا بعد كده احنا بنختلط اللون، احنا ما بنعرفش الابيض من الاسود، احنا بنشوف الرمادي. يعني انت عن تجربه بتقول ان الشباب بتاعنا شباب فيه الامل رائع، يتم افساده ليلا نهارا، بس ده اللي بيحصل بالظبط. انما المصنع مطلع خامه ومن رائعة. الذي يفسده؟ سؤال قبله، ولكن يعني اسال اللي حارقين نفسهم دلوقتي اللي بيحرقوا نفسهم، اسال في كل مجال. لكن بتحس انت من خلال اتصالك اليومي مع الشباب، وانت الحقيقه عايز اقول للساده المشاهدين انت رجل يعني غريب الاطوار، بتخش على المواقع والمنتديات وتحت احيانا اسماء مستعاره تقعد تكتب يعني ايدك زي ما بنقول في النار كل يوم. بالظبط. لا انا انت شايف الامل في الشباب؟ اقدر اقول لك مثلا معايا اسرار من 1000 شاب مثلا، 1000 شاب بيدوني اسرارهم هم. يعني بيحكي لي، ما بيحكيش لوحده، من طبقات مختلفه. من طبقات مختلفه. وليه اصدقاء مساجين في السجن. وليه اصدقاء يعني كل الطبقات معايا. وبتابعهم. يعني انا شفت شباب بقوا وصلوا لمناصب عليا جدا، او من قراء من اول ما كانوا في اعدادي او ابتدائي. شفت اللي كانوا في مدرسه اعدادي وبقوا صحفيين كبار. انا تابعت اجيال. طيب من خلال ده انت شايف لو هنقول بقى اهم مشاكل الشباب في مصر دلوقتي ايه؟ نفس اللي انا قايله في المقال ده، ان هم حاسين ان ما عندهمش فرصه انه يصلحوا. مش ما فيش اي مخرج لهم انهم يوصلوا للطريقه اللي يسيطروا بيها على البلد او انهم يصلحوا. يعني كل شخص يعتقد انه عارف الصح، لكن ما عندوش هيوصل ازاي؟ في الوقت نفسه هو إن انا بقول ما عندوش الحقوق بتاعت اي قط في حاره. القط قادر يتجوز، قادر يسكن، ده ما عندوش. هل انت شايف انه فمعنى كده احنا يعني معلش المؤاخذه بقطعك، احنا اعتماد مصر على الحلول الفرديه دي بنشوفها في كل حته. يعني الحلول الفرديه كل واحد يعني دلوقتي يتخرجوا من كليه الطب ما فيش مسار. اللي هيسافر بلد عربي، اللي هيفتح عياده في بلد فلاحين، اللي هيهاجر لانجلترا، ما فيش مسار معروف. ده يعني ده دلوقتي قدامي شخص في بريطانيا، لا انا عارف هيتجوز ازاي، وعارف هيتعالج ازاي، وعارف هيسكن ازاي. لكن هنا كل واحد حله فردي. ورأيك انه لو الشباب ده خد فرصة سيصنع المعجزات؟ سيصنع المعجزات. يعني انت متأكد من خامته الثقافية؟ العجينة رائعة، العجينة خطيرة. مش زي ما في ناس بتقول ان بقت المشكلة في القماش المصري نفسه. لا القماشة هتفسد، ما هي بتفسد، القماشة بتفسد، لكن القماشة طلع مصنع كويسة. لكن اكيد ربنا مطلعها زي اي قماشة في الدنيا، لانه كده عادل ولا يرضى بالظلم. بالظبط كده. طيب عايز اسألك يعني انت درست باستفاضه فكره اداء الشباب على الانترنت، وليك مقاله رائعه في الكتاب اسمها عندما يخرج الوحش. ايه ملاحظاتك على استخدام الشباب للانترنت في مصر؟ هو 80% طبعا، 70% بيستعملوا كويس، يعني كوسيله الحصول على المعلومات او التعارف او كده. 70% يعني اقدر اقول اللي بيقروا الشباب 70% من اللي بيقروا بيستعملوا كويس. لكن هو في عنصر في الانترنت مهم جدا، ان ما حدش شايفك، ما حدش عارف انت بتعمل ايه. فده عنصر مهم قوي. فده بيؤدي لايه؟ لخروج الرغبات المكبوته. البذاءه، الانفلات. وده جزء من فساد القماشه برضه. ده جزء من فساد القماشه. بس ده موجود برضه بره، يعني بره حتى لما تشوف المواقع اللي فيها تعليقات برضه تلاقي فكره لا مش بالكم ده، مش بالكم ده. احنا عندنا ساعات بتشعر ان ده عواء. الصفحه بتتحول لعواء، مش بس عايز اقول لك حاجه، انا مختلف يعني انا بلاقي واحد بيشتم لمجرد الشتيمه، لمجرد الاستمتاع بخروج الايه. حتى انا كنت كاتب مقاله عن الكوبروفيليا، ان الاستمتاع ظاهره توريت، اسمه مرض توريت، ان بيشتم وخلاص لذه الشتيمه. ما هو خد بالك، هو ما عندوش منافذ الحريه او مسارب الحريه زي ما حضرتك قايل. الحقيقه في كذا مقال في كميه كبت رهيبه، كميه كبت رهيبه جواه، وكميه قلق رهيبه، فالنت بتدي له فرصه ان يطلع. ايه الفرق في رايك بين الشباب المصري والشباب التونسي؟
هي مصر مش اذا صح الاطلاق، لانه لما بنتكلم عن الشباب فما ينفعش علميا ان احنا نقول الشباب، ولكن بشكل عام يعني. انا ما اختلطتش بالشباب التونسي للدرجه اللي تسمح لي، بس اللي انا فاهمه ان طبعا اللي عملوا الانتفاضه اللي حصل دي يعني هم عينه اعلى ثقافيا شويه، يعني درجه اعلى ثقافيا، فبالتالي الاحباط كان اشد. تاني حاجه ان برضو اعتقد ان التكرار ده في مصر صعب شويه، لان امريكا واسرائيل مش، مصر بلد مهمه فعلا مش زي تونس. لا قصدي خامة أنا مدرك إنه حتى كمان في تونس ده صعب، كمان في أي بلد صعب، لأنه لا يوجد بلد خارج عن السيطرة. مصر أعتقد إنها أصعب بلد. لكن قصدي أقول لك إنه لما بنتكلم أدي شباب بيستخدم الإنترنت في تونس، وفي شباب مصري بيستخدم الإنترنت في مصر. نسبة سيطرة الأفكار المتطرفة أو المسارب اللي الشباب بيروح للمواقع الجنسية أو المواقع المتطرفة، نسبتها في مصر، نسبة خطورتها قد إيه؟ لا هو انا اعتقد ان ممكن تكون درجه الكبت اعلى في مصر من الناحيه الجنسيه وكده، لكن في حريه دينيه، فانت بتخش المواقع دي. اعتقد المواقع دي اكثرها المواقع الدينيه او المتطرفه ممكن تكون كانت محجوبه اصلا في تونس، يعني اعتقد كل ده كان بيتم عن طريق بروكسي. وشايف الحل فيها ايه؟ هل الحجب هو حل ليها؟ اصل لما جت حكايه الاحداث الارهابيه الاخيره فناس قالوا طب ما نحجب المواقع السلفيه والمواقع المتطرفه بتاعت اقباط المهجر وكذا، هل انت شايف ان ده؟ لا ملهاش حل، لا يمكن حجب شيء في النت، مستحيل يعني عارفين ان الدول الخليج كلهم بيخشوا البروكسي، الشباب بيخشوا البروكسي وبيقدروا يخشوا. فلا الانترنت لازم حلول تانية، لازم مجموعه من العقول تجتمع للتعامل مع خطر الانترنت. ايه اقتراحاتك مثلا؟ يعني هو انا اعتقد لو المجتمع اتفتحت قنوات في المجتمع الشباب يتحرك فيها، اعتقد هتقل خطوره الاماكن دي. لكن دلوقتي انت عندك شاب كل الدنيا مقفوله قدامه، قاعد في اوضه مظلمه وقاعد يتفرج فاتح شاشه الكمبيوتر، ده هنتوقع ايه؟ هيحصل ايه؟ لا مش مسموح له انه يدخل احزاب سياسيه، مش مسموح له بمظاهره، مش مسموح له، فاهم؟ فبالتالي لازم ياكل في تونس يعني. حتى مش يعني في تونس كان يعني التوانسه اللي انا عرفتهم كان يقول لي انا لو صليت الفجر يومين ورا بعض هيتعمل لي ملف. يعني انت حتى اذا قلنا ان في مجال تنفيذ ديني كان محجوب بالنسبه له، فده يبقى فلا بد للشعب ان ينفجر. بالظبط. الحقيقه دكتور احمد انت في كتابك يعني وانا بعتبره كتاب ادبي وفني، لانه انت يعني طول الوقت انا بسمع قصص وروايات، مش ان دي مقالات انشائيه ولقطات ذكيه جدا في الحياه، وانت دارس ظاهره التحرش في مصر. انت شايف هل في امل ان احنا نوقف غول التحرش اللي بقى موجود في مصر؟ ما احنا برضو نيجي لنفس الدايره اللي احنا بنتكلم عليها. لو عندنا مسارب يعني انا في مقاله هنا مش عارف هي نازله في الكتاب ولا لا، اللي هي لما كان بنتي امتحان في ثانيه ابتدائي لقيت الامهات واقفين من اول لماذا اليوم يشم عادل الورد. ايوه بالظبط. دي مقاله رائعه. طبعا انت مش عارف لان انت غزير الانتاج فبتنسى. لا مش عارف نزلتها هنا ولا لا. لا موجوده، انا كنت اسالك عنها. فانا لقيت ان الامهات واقفين من الساعه 8 لحد الساعه 2 واقفين مستنيين اولادهم اللي في نص السنه في ثانيه ابتدائي. فانا استغربت، فمعنى كده ايه؟ مفيش حاجه اهم. يعني انت عارف الايه، مفيش مشهد لا يمكن تراه في اي دوله، مش ممكن تراه في اي دوله. انا بشبهه بواحد ضاعت منه علبه الكبريت فواقف يلطم في الشارع. كميه المجهود والانفعال لا يتناسب مع حجم الايه الحدث خالص. ما هو بالظبط كده. فهي الفكره ايه؟ ان ما عندكش مخارج تانية. بس هو دلوقتي بقى منطقي، لان هو لو عايز يولع في نفسه وضاعت منه علبه الكبريت لازم يلطم يعني برضه الواقع كمان بيتوحش بشكل فظيع. بالظبط كده. فاحنا ما عندناش تساريب ثانيه. واخد بال حضرتك؟ فمعنى كده برضه التحرش لو انت عندك قنوات اخرى نتحرك فيها، اعتقد ان ظاهره التحرش دي هتقل. انا عندي راي. البنت اللي ماشيه تفكيرها كله ان انا ايه، سلعتي الوحيده هي جسمي. الولد اللي خارج ان في خليط غريب من التدين ومن الاشتهاء، في خليط غريب. يعني البنت دي فجره لانها ايه، لابسه ضيق فلازم اضايقها. في خلطه غريبه كده في المجتمع دلوقتي. الاثنين يعني انا بغلط الطرفين انا بغلطهم بالظبط. بس هيقول لي ثيابها خليعه، لا في ستات محجبات بيتخطفوا وبيتم التحرش بيهم. انا دكتور احمد عندي راي غريب شويه، انه لو كان في رغبه حقيقيه في اصلاح مصر، فرأيي انه الدكتور احمد خالد توفيق لازم يبقى مستشار لوزير التعليم ومستشار ليه حق اصدار قرارات، مش مستشار يعني لا يستشار. لا اللي انا هعمله، لانه وصولك لعقل الشباب
اول قرار هعمله ان انا هشكل لجنه من اساتذه كليه التربيه، اساتذه مناهج وطرق تدريس كليه التربيه. لو بعدنا عن اللجان ابوس ايدك، لان البلد مليانه، بقينا خلاص زي دوله عربيه اللجان في كل مكان. الناس دي رجال علم فعلا، دول ما لهمش دعوه باللجان. طيب لو فرضنا ان اللجان دي انعقدت خلاص، انت كدكتور احمد خالد توفيق وانا راجل وزير التعليم وعندي مشكله ان اجيال لا تقرا، تمام؟ انت اولا ملاحظاتك على ما يدرس، وانت كاتب عن علاقه ولادك بالتعليم مقالات رائعه في الكتاب ده، وحكايه الجسر وبناء الجسر وتجارب فظيعه. انت تقييمك كأب بقى ليه ما يدرسه اولادك في المدارس، انت شايف ده ايه؟ لا، عمليه تحميل فعلا انا مش فاهمها. يعني كميه مجهود شنيع، بس بيخشوا بيدلقوا على الورق. انتهت. طيب 1 2 3 نعمل ايه؟ أنا وزير التعليم وبقول لك الحقني يا دكتور، أرجع إزاي الناس تقرأ؟ أنا هجيب خبير ياباني وهجيب لجنة، برضو نرجع للجنة من أساتذة كل مناهج وطرق تدريس. الناس دول إحنا اتعاملنا معاهم، أنا اتعاملت معاهم في كذا دورة. الناس دي عندها مخ وعندها نظريات وعندها فكر حقيقي، وقارين الاتجاهات الغربية وعارفين ما هو في كلمة للدكتور أيمن جندي ما يقول لك إن القادرين على الحلم في مصر غير قادرين على الفعل، والقادرين على الفعل غير قادرين على الحلم. يعني السمعه السيئه للجان دي مظلومه، فكره انها اكيد بتقول حاجات. ما انت هتجيب سيد الشماشرجي ومش عارف مين اللي هو عايز بس البدل بتاع اللجنه، ده هيطلع ايه؟ ده عايز بس الهيلمان. لا، انت هتجيب استاذ سيد حباره ايوه. انما انت هتجيب استاذ كبير في مناهج طرق تدريس، شاب يتصرفوا زي في اليابان، شاب يتصرفوا زي في كندا. في ناس عندها الاراده وعندها الفكر، اتعاملنا معاهم كتير. انا ممكن احدد لك مثلا 10 اسماء يقدروا اللجنه دي تصلح التعليم. لكن كل وزير يجي عبقري، بس عبقري ما بغلطش، هو خبير. انا بطمئن لما بلاقي شاب او طفل او فتى بيقرا كتاب من كتبك الحقيقه، لانه بادرك انه طالما دخل في الطريق ده وقدره الكتابه فواصل الى خير. يعني مثلا دايما اقول له انت هتسيبني في الاخر، لازم تسيبني. لا، ما هو انت نقلت، انت عملت نقله يمكن هنتكلم عنها في الجزء الثاني من حلقتنا. لكن انا عايز اركز على فكره، يعني انت عندك شخصيه رائعه اللي هي سيد حباره، وليك مقاله رائعه المزيد من سيد حباره. وانت درست، ممكن تقول للساده المشاهدين من هو سيد حباره؟ تعرفوا على سيد حباره. هو سيد حباره يعني انا بعتبر ان هو الصوره اللي اغلب المصريين تحولوا لها. ده انا بعتبره ده واحد موجود في كل مصلحه حكوميه مثلا او هيئه. انا بعرفه بالطاقيه البيضاء اللي هو لابسها والشنب الرفيع والبدله اللي بيلبسها في المطر ما تفهمش ليه، وانه دايما يدخل البنطلون بتاع البدله في الشراب يقول لك بيقفز، ودايما شايل عصايه غاليه ما تفهمش ليه، وماشي بالعجله، ويرتكب كل اخطاء المرور ويشتمك لما انت تحتاج، وما بيشتغلش تقريبا خالص، لا يكف عن الكلام عن الشغل لكن ما بيشتغلش، وعمال يشتم اللي بيراقبه في الشغل او الملاحظ بتاعه، بيتهمه بالشذوذ الجنسي وبيتهمه انه مش عارف، لقيته بيقطع المصحف ولقيته مش عارف ايه. ده بيؤيد جميع الانظمه، في كل الانظمه طلع يهتف ويطالب ويؤيد الحاكم. بعد النظام ما ينتهي يبتدي يشتم فيه، ما تفهمش ليه برضه، ما هو مش عارف هو بيشتم ليه. هو كومبلكس، يعني هو ايه طبعا بيموت جدا في النكت الجنسيه اللي هي خاصه بالكوارع والجمبري والركب وليله الخميس، بيحب الدعابات دي قوي، شايفها ظريفه جدا النمط ده. برضه مش متدين خالص، مش متدين برغم انه لا يكف عن الكلام، لا متطرف جدا. يعني في اي حاجه هو وقود اي حاجه فتنه طائفيه تحصل. يعني اي طوبه تتحدف على كنيسه مش عارف ايه يحصل ايه في مسجد كده، وراها سيد حباره. فطبعا في الهتافات لما بيحتاجوا ناس بيلموا بقى اعداد كبيره جدا من سيد حباره، اللي هو هيركبوا عربيات اللوري ويروحوا يهتفوا بالروح بالدم، يافطه مكتوب دم الفراخ نؤيد ونبايع ومش عارف. فجاه انتهى، لبست انت الوضع الحالي. ليه؟ لان سيد حباره ايد هذه القضيه. فانا كنت بكلم واحد صاحبي بقول له يعني ان لما هنجيب مفاعلات نوويه، المفاعل مثلا هيعمله المهندس يوري كوروكوف من روسيا ولا مش عارف مين، لكن في الاخر الصيانه سيد حباره. فتكون النتيجه يعني المفاعل مشرك على الانفجار حبريه، فالمفاعل هينفجر. لكن هو وانت شايف يقول لك دفتر 118 انا المفتاح مش معايا، لو الوزير جاله نفسه جالي مش بس خد بالك انه سيد حباره بيتطور كمان وبيتشكل، يعني ما بقاش المفتاح والدفتر، بقى سيد حباره يستخدم الكمبيوتر دلوقتي. انا فيها جزء من سيد حباره، يعني انا بقول لك احنا كلنا فينا جزء من سيد حباره. فدلوقتي احنا سيد حباره لما بيكتر بيفرز الحكومه المناسبه له، والحكومه دي بتقدر تطلع سيد حباره تاني. يعني هي دوره ابديه من
من سيد حباره. ما مجلس الشعب يتحول لسيد حباره طبعا. صحيح. يعني مجلس الشعب يتحول لسيد حباره. وكيف الخلاص من سيد حباره؟ الديمقراطيه الحل يا دكتور علاء الاسواني. علاء الاسواني. انت شايف ان هو ده الحل الوحيد للخلاص من سيد حباره؟ الديمقراطيه والتثقيف. الثقافه مهمه قوي قوي يعني. انت لو شفت اي حاجه كارثه احنا فيها نرجع للثقافه، الافق الضيق. انا عايز اشيد كمان يعني بمجموعه مقالات اللي هي مخلوقات كانت رجالا، اللي انت دارس فيها نماذج عشوائيه في المجتمع. ممكن تقول لنا نموذج كده؟ انا في مستشفى، فاحنا بنشوف يعني انت ممكن توصف الفقر، انت متخيل ان في فقر، لكن انت مش هتشوف اسوأ درجه منه لما في مستشفى حكومي. وانت طبيب وكمان في محافظه بعيده عن القاهره. بالظبط. انت بتشوف بقى حاجات يعني من المشاهد القاسيه جدا اللي هي الام مثلا يعني واحده سايبه ابنها الرضيع مع واحده ورايحه، فخدت قناع الاكسجين من على الرضيع حطته على وش ابنها لانها حاسه ان شيء مفيد. يعني الفرصه برغم ان ابنها مش محتاج اكسجين، استخسار. فمثلا لما اتسرقت الحقنه الشرجيه، الحقنه دي انت لو شفتها هتخاف، هتجري يعني. منظر قذر. اتسرقت، فطلع انه مريض بسرقه عشان يعمل لنفسه في البيت، يعني لمجرد بيوفر ال2 ولا ال3 جنيه دول فسرقها. دي مثلا بلد اللي بتتسرق فيها الحقنه الشرجيه من المستشفى؟ عهده. وطبعا لا عامل ولا عامل انا متهم، انا مش ممكن. فانا القصه حتى ساخره، فانا خليت مفتش من سكوتلاند يارد هو اللي بيحقق في القضيه وعمال يولع البايب ويفكر مين اللي سرق الحقنه الشرجيه. تخيلت ده يعني سرقه الحقنه الشرجيه غريبه جدا. في حاجات غريبه قوي بتتسرق في مصر، ابواب المقابر. ازاي باب مقبره يتسرق؟ وانت من خلال تجربتك كطبيب مع الناس دي شايف وراثه اشياء مرعبه. انا اصل هو الفقر في الوقت نفسه بيقلل من كرامه الانسان بطريقه مخيفه. يعني كانت في حفله، فلقيت رجل بتاع شرطه، يعني هي كانت ست شربت بيبسي ففضل شويه في الازاز، وشفته بقى بيختلس النظر حوالينه نظره صعبه قطعت قلبي. كلب بيختلس النظرات حوالينه لحسن حد يضربه، راح واخد الازازه شرب الباقي وماشي سعيد جدا. انجز كده ظفر ببعض البيبسي. فالمنظر ده وجعني جدا، قلت ده فقد انسانيته. هل هؤلاء الناس يمكن ان ينتفضوا او يثوروا، ولا انت بالتعبير القاسي اللي انت واخده عن ماكسيم جوركي كانوا رجالا انه خلاص لن ينتفضوا؟ انا مش عارف التوليرانس بقى، احنا بناخد جرعات كتيره لدرجه ان التسامح او التحمل بالنسبه لنا زاد قوي. يعني شوف اللي حصل في تونس ده بيحصل عندنا 5 في الشهر، يعني الواد اللي حرق نفسه. فانا مش فاهم، يعني انا مش عارف، انا حاسس ان معدلات تحملنا زادت قوي. يعني وشايفها قابله للتحمل يعني اكتر. كل عيد الموظف اللي بيحرق نفسه ولا بيشنق نفسه عشان مش قادر يجيب كحك العيد او الخروف او واحنا بالنسبه لنا عادي. لا بتقرا في الجورنال بس خلاص انت طيب قبل عشان نختم الجزء الاول قبل ما ننتقل في الحلقه القادمه الى الجزء الثاني ونتكلم بشكل اكبر عن تجربتك الادبيه والكتابه. انت ليك يعني هنا كتاب رائع عن ادب الرعب في بلد مرعوب. انت شايف ايه الحل غير الديمقراطيه؟ بلاش تقول للناس الكلام الكبير لانه ممكن يقول لك طب واحنا هنعمل ايه؟ خلينا نبدا بالجانب الثقافي. انت شايف الاب ممكن يعمل ايه مع اولاده؟ هو طبعا تثقيف ولادك ده مهم جدا، لان احنا انا بثق في الجيل اللي جاي ده. يعني تثقيف ولادك وتربيتهم كويس، وان يعرفوا الابيض فين والاسود فين، دي مهمه قوي، لان الحاجات دي بتختلط مع الاجيال. يعني في اجيال كتير قوي طالعه مش عارفه ايه وضع اسرائيل بالظبط. دي نقطه خطيره جدا، ازاي الناس مش عارفه ان اسرائيل عدو؟ دي نقطه خطيره. لا ده بيقولوا كمان ايات من القران. لا ايات من القران ان اسرائيل دي موجوده في القران. تخيل ان في شباب فاهمين كده. بالظبط كده. في حاجات مخلوطه. يعني انا ابني نفسه يجي يقول لي هو حرب اكتوبر دي كانت نصر ولا الكتاب اللي بيقول؟ مش معقول ان حرب اكتوبر هتختلط معاه. فالبدايه انت شايفها من البيت، تثقيف البدايه من البيت، والابيض ابيض والاسود اسود. لازم كمان نقطه مراد بيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، عصر مراد ان احنا اكثر منكم مالا واعز نفرا واحنا والباقيين تحت جزمتنا. لا لازم دي تتلغي، لازم تتلغي. لا حل لمصر. كنا مثلا قاعدين مع ابني يعني هو قاعدين عامل كان جاء قاعد معانا في القهوه. انا بنبسط جدا بالناس دي، انا بحبها، انا فعلا بحب الناس الوسطاء دول. فقعد قلت له تعالى اقعد، وقاعدين نتكلم. فابني بيقول لي هو ده مش عامل. طب انت قاعد معاه ازاي؟ قلت له ده انت راجل دكتور واستاذ جامعي. قلت له ده انسان محترم ولم يؤذني ولم يؤذك وما سرقش وبيعرق عشان يكسب، لازم تحترمه. خلاص. وما اسمعش ابني يقول كده.
دي القيمه مثلا اتهزت واختفت. صحيح. أنا فبقينا بننتج مراد بيه في كل بيت. أيوة. كل واحد يعني بيربي اولاده ان انت ارقى من العامل والشغاله انا اتحدى ان تتقال في اي بيت الاستاذ ضربني في المدرسه الخاصه اضرب الجزمه. صحيح. ده مرتبه من ده احنا اللي بندفع له. فالمشكله كمان فينا ان احنا بنعيد انتاج الاستبداد. يعني انا لحد دلوقتي مثلا اقابل استاذي في الثانوي او كده قاعد من السيجاره واقف قدامه، انا قلت لابني مع انه عمري ما ضربني الاستاذ ده، قلت له على فكره الاستاذ فؤاد اللي كان بيضرب باباك، ها شوف انا واقف قدامه ازاي، انا عشان هنقل له النقطه دي، مع انه عمره ما ضربني. هو قال والله عمري ما ضربته ولا بتاع، بس انا عايز اثبت فيه النقطه دي. صحيح. ان ايه لازم الاستاذ تقف قم للمعلم، وفي التبجيل دي لازم تفصل. دي مفاتيح مهمه جدا للتغيير. دكتور احمد خالد، انت كل يوم هتكتشف حاجات كده، عشرات الحاجات كده. احنا سننهي اسفين مضطرين الجزء الاول من احتفائنا بيك، ونواصل في الحلقه القادمه الكلام بشكل اكثر ان شاء الله. والحقيقه كلام مهم جدا قال الدكتور احمد خالد توفيق عن البدايه من البيت، التخلص من مجموعه قيم بنورثها لاولادنا، وان احنا بنربي في نفوس كل واحد فيهم الكبر، وان انت بيه صغير، وان انت ارقى من العامل وارقى من الراجل اللي افقر منك، ثم نتحدث لماذا يقهرنا الاغنياء والحكام بينما احنا نفسنا بنساهم بده في بيوتنا. اعزائي المشاهدين، وفي بلد لا يتغير فيه اي شيء، نرجوك لا تكتفي بتغيير المحطه، ونلتقي بعد الفاصل.